ناس كتير بتسألني ازاي اخد تأشيرة السياحة سواء للبرازيل او لامريكا او لاوروبا. احب اقول لك على نصيحة لله. انت قدام اي سفارة مجرد ورق، مجرد مستندات. لو عملت المستندات صح هتاخد التأشيرة. تمام. اتش ار كويس، مسمى وظيفي كويس، حساب بنك كويس. ويا سلام لو في سفريات كتير او سافرت قبل كده اي دولة. وبالجمع ده كله وقدم، تدفع حق المقابلة وتقدم وان شاء الله هتاخد. ما تخليش حد يشتغلك يقول لك انا هجيب لك التأشيرة واخد الفلوس بعد التأشيرة. ولو انت ما خدتهاش يا عم انت هتخسر حق ال $80 او $150 او $170 حسب السفارة، رسوم السفارة. انت هتقوم مبسوط قوي وتقول ايه ده مش هاخد مني الا بعد التأشيرة. هو بيشتغلك، هو بيدخلك. تمام، هو بيدخلك وما بيعملكش حاجة. خدتها اهو كسب، ما خدتهاش اهو انت خسرت حق المقابلة. متخليش حد يشتغلك. تمام، انت اولى بالفلوس دي. ظبط ورقك وقدم على اي سفارة انت عاوزها. دي نصيحة اخوية لله. متخليش حد يشتغلك. تمام، انت قدام اي سفارة انت مجرد ورق. سلام.